مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من مصر بتتغير. الامن الغذائي هو طبعا اهم شيء بالنسبه لامن اي دوله. احنا بالنسبه لنا في مصر بتتغير بنرصد كل طبعا ما يتعلق بالامن الغذائي وبنحذر منه. كلامنا النهارده بيمس 5 مليون اسره مصريه. كلامنا النهارده عن ثروه الدواجن، وبالامس كان في تحذير من مدير برنامج الاغذيه العالمي في مصر جان باترو بوردونيو ان الوضع الغذائي في مصر دلوقتي بيتدهور، وان التكلفه اللي بتخسرها مصر شهريا 4 مليارات دولار، وان ده بالنسبه لها يعني وقوع مزيد من طبعا المواطنين تحت خط الفقر. الامن الغذائي وطبعا الدواجن نقدر نقول ان الازمه كلها هتكبر وهتتزايد، خاصه طبعا مع طلب مصر من صندوق النقد الدولي القرض، وهذا القرض بيتطلب بعض الاصلاحات الخاصه بالوقود وبالاغذيه وايضا بزياده الضرائب. لو رجعنا أزمة الدواجن في مصر هنقول إن سبب تدهور هذه طبعا الأزمة لعدة سنوات قبل الثورة، وتحديدا في 2006 لما تفشى مرض إنفلونزا الطيور، وكانت مصر هي أكبر واحدة متضررة أو أكبر دولة متضررة طبعا خارج آسيا. وتضرر من هذا الوضع 5 مليون أسرة مصرية كانت طبعا بتعيش على تربية الدواجن كمصدر هام جدا للدخل وللغذاء. ارتفاع الأسعار كمان اللي شهده العالم في 2007 و2008 أدى إلى تفاقم الأزمة بعد طبعا الأزمة العالمية وما شهدناه في كثير من الدول في 2009. بعد كده جه طبعا الربيع العربي وما طبعا شهدناه من تدهور في يعني اقتصاد مصر فيما بعد. احنا بنحاول من خلال برنامجنا نوجد حل لهذه الاسر اللي تركت تربيه الدواجن وابتدت تعاني دلوقتي من تدهور اقتصادها، وبالتالي كانوا هم على فكره دول ثروه بالنسبه لمصر، لان لو رجعنا التاريخ هنلاقي ان مصر كانت ابتدت تصدر الدواجن والكتاكيت اللي هي مفرغه لكثير من الدول وكانت بتتسابق مع هولندا. معانا في الاستوديو النهارده الدكتور احمد حسين رئيس قسم تغذيه الدواجن بمعهد بحوث الانتاج الحيواني مركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. هل المعلومات اللي انا قلتها في التقديم صحيحه؟ لا بص يعني معلش هي صوره قاتمه شويه. هل مدير برنامج الاغذيه طبعا تبع المتحده كلامه قاتم؟ حضرتك يعني هو بيتكلم على الأغذية ما هيش متعلقة في الدواجن فقط، أنا بتكلم على الدواجن فقط، ولكن ممكن يكون بيتكلم على التغذية بصفة عامة. هو بيتكلم بصفة عامة، بس قال إن أكبر شريحة تضررت هي كانت مربي الدواجن، وذكر بالتحديد 5 مليون أسرة. هم يعني حضرتك هو بالفعل دول اللي بيشتغلوا في ال 5 مليون أسرة، وفي حجم كبير من الاستثمارات، بس ده كان حصل وقت الأزمة بتاعت إنفلونزا الطيور. وكنا كل صباح ما يقرب يعني من 2 مليون دجاجه بتطلع، ولكن حاليا مصر تستعيد وضعها تاني بالنسبه لموضوع الدواجن. لازم نعرف حقيقه مهمه جدا، الدواجن صناعه تجميعيه، يعني احنا بالعربي بنجمع فرخ، ولكن احنا عندنا المصانع، عندنا المجازر، عندنا شركات، عندنا خبراء هم اللي راحوا كل الدول العربيه وانشأوا صناعه الدواجن هناك. طيب انا اعرف دلوقتي حجم الصناعه دي في مصر الان في 2013. ما انا بقول لحضرتك هو يعني لما حصلت الازمه ابتدت صناعه الدواجن تتعافى تانية، بس يعني ليه المشكله؟ ان صناعه الدواجن في مصر بترتبط بمتغيرات عالميه، يعني لو حصل مثلا احنا بنستورد الذره بنستورد الصويا، فلو حصل ان الذره والصويا في البلاد المصدره الكبيره في العالم سواء مثلا الارجنتين بالنسبه للصويا والذره، او امريكا بالنسبه للصويا، او الاتحاد السوفيتي بالنسبه للذره او الصويا، اللي بيحصل ان دي سوق عالميه بيحكمها ويتحكم فيها بعض الاحوال المناخيه، وده بيأثر على استيراد وتصدير الحبوب على مستوى العالم كله. وفي ازمات داخليه كمان بتأثر زي الصويا. اللي ما بغيبش عننا ان النهارده كيلو الدواجن ما زال يعني اقل سعرا من كيلو الجبنه البيضاء. ده في حد ذاته ده في حد ذاته وعشان كده ده في حد ذاته نجاح جدا. انا بقول لحضرتك ده في حد ذاته نجاح،
النهارده حضرتك ان وجبه الدواجن ده وجبه يعني الى حد ما بقت وجبه اساسيه متوفره بثمن زهيد جدا في اي محل من المحلات والاسر بكتير جدا، وقدرت تجابه ازمه اللحوم الحمراء. فالصوره يعني اكثر اشراقا من اللي احنا شايفينه. احنا سواء على معهد بحوث الانتاج الحيواني بيجامل مشكله الاعلاف ديت، وبيعمل حملات للاستفاده من مخلفات زراعيه. كل سنه حضرتك بيبتدي عندنا ابحاث ازاي ان احنا ممكن نبتدي نرخص تركيبه العلف، لان العلف هو اللي بيحدد لي السعر. 70% من تكلفه الفرخه تكلفه الدجاجه هي علف. فاحنا ماشيين في ابحاث ان احنا بنحاول. انا هقول لحضرتك بعض الاخبار ويا رب برضو يعني يكون عند حضرتك تصحيح ليها، لانها اخبار برضو تشير ان هناك خسائر فادحه للتجار والمربيين بسبب ارتفاع اسعار الدواجن في بورصه بني سويف. اللي بيتحكم في البورصه حاجه للاسف الشديد، من يتحكم في البورصه ليس هو سعر تكلفه الدجاجه. معلش خلينا نقول حاجه، المربي اللي هو صاحب المزرعه بيربي وبيجي في نهايه الدوره عايز يبيع الدجاج بتاعته، اللي بيتحكم فيه سعر البورصه. فقد يكون سعر البورصه ينزل بيه سعر اقل من سعر التكلفه. معايا حضرتك في الصوره ازاي؟ يبقى اقل من سعر التكلفه. الى يومنا هذا للاسف الشديد معضله البورصه دي مش قادرين نتحكم فيها، لسبب انه يتحكم فيها بس كله بيرجع على المستهلك. ما هو المطحون في السكه المربي والمستهلك. يعني المربي كمان ما بياخدش لا طبعا، لا ما بياخدش ربح اللي هو ممكن يجازيه. لا، فهي القصه كلها البورصه دي لازم يعني دي معضله المعضلات للاسف، وبيتحكم فيها بعض الناس اللي هو معاهم فلوس، هم بيقولوا السعر بكره يبقى كذا، السعر يبقى كذا، هو اقل بكتير جدا من سعر التكلفه. طيب ازمه السولار تحاصر طبعا مربي الدواجن. بالنسبه لازمه السولار الحمد لله عندنا في المعهد احنا باين اتفاق مع جهاز شؤون البيئه ان احنا هنركب وحدات بايوجاز بتشتغل بالمخلفات بتاعت الدواجن والمخلفات الحيوانات الكبيره، بحيث ان المحطات بتاعتنا هتبقى البايونير في عمليه الاستعاضه عن موضوع البوتاجاز، ان احنا نشتغل بالغاز الحيوي والبايوجاز في تدفئه عنابر الدواجن. واحنا بالفعل يعني من المقارنه نتعمل 4 وحدات في المحطات بتاعتنا. الى جانب هذا حاليا في ابحاث ماشيه ان احنا عايزين ندفي مزارع الدواجن بالطاقه الشمسيه. دي بالنسبه احنا هناخد طبعا حضرتك ليك الكثير من الابحاث في هذا طبعا المجال، لكن انا باخد تعليقات سريعه قبل ما نخش على طبعا ابتكارات حضرتك الخاصه بال يعني المساهمه في ارتفاع طبعا هذا طبعا الانتاج من الدواجن. لكن انا بالنسبه لي هناك تصريح من وزير الزراعه: الدولار والسولار والانفلات الامني وراء الارتفاع الجنوني بالنسبه لاسعار الدواجن. ما انا بقول لحضرتك لا يعني معلش يعني هو القصه فيها حاجه ثانيه. طبعا حضرتك قلت الزراعه بنستوردها فده الدولار. فده الدولار. الصويا برضه، لكن هو في حاجه موضوع التدفئه نسبته بالنسبه لتكلفه الفرخه ما بيبقاش على فكره عامل مهم، ولكنه عامل حيوي. يعني انا زي ما اكون بوفر الميه والاكل لازم اوفر تدفئه خلال ال3 أسابيع الاولانيين من تربيه الدواجن، لان التدفئه هنا بتمثل زي الاكل والشرب. لو ما قدرتش اوفر التدفئه ممكن يحصل نسبه نفوق عاليه. وبناء عليه احنا ابتدينا مع جهاز شؤون البيئه، ودي اتفاقيه دوليه على فكره ان احنا هنعمل ال4 وحدات دول، وهنبتدي ان شاء الله بعد كده نكملهم. يعني انت شايف ان في مبالغه من قبل وزاره الزراعه في هذه التحقيقات؟ لا مش مبالغه، احنا يعني هو دلوقتي حضرتك انا في ارتفاع، يعني المواطن عارف ان في ارتفاع. انا مش بنتكلم مش على موضوع السولار، ده بالنسبه لموضوع الحبوب. انا يهمني التغذيه كده الدولار والسولار والانفلات الامن. هقول لك ده بيأكده كمان مدير بورصه الدواجن. هنقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا احنا كلنا شايفين الوضع الامني ده ما نقدرش نتكلم فيه. يعني بس هي القصه بتاعت السولار بالنسبه للدفاءات، لان في بعضهم احجم والنقل فيه خطوره برضه. طبعا اكيد. والنقل منه بياخد سولار مع العربيات، ما دي كمان يعني ما هي في. انا لما اكون بستورد حضرتك يعني الذره دي بتمثل 60% من نسبه العليقه. يبقى احنا كده لازم نزرع ذره. يعني نوفر القصه ما هياش ازرع ذره. انا عندي الميه محدوده والارض محدوده. عارفه زي حضرتك؟ هي الفكره ان انا اعمل ايه؟ البديل لهذه القصه ايه؟ ان انا اوجد بدايل للذره اللي موجوده.
الدوره الاساسيه اللي بتضاف للدواجن. وحاليا هي الابحاث عندنا يعني بتبقى يعني بنحط بعض المواد اللي هي تبقى نسب من الذره، لكن انا ما اقدرش استغنى تماما او اقدر اجيب بديل يحل محل الذره 100%. طبعا من ضمن كمان الاخبار اللي معانا الخاصه بالدواجن ان الحكومه بتعلن عن اول منشاه لانتاج الدواجن خاليه من انفلونزا الطيور. فاحنا لسه عندنا تهديد من انفلونزا الطيور. لا هي ممكن تكون فيها سكيورتي طبعا لجدود الدواجن. فيعني هم يعني برضه اشرح لنا هل ده نفهمه ان في لسه تهديد؟ لا خاصة في دول ثانيه ابتدى يظهر فيها تاني المرض. هو الصين ابتدى دلوقتي بس بشكل طفيف لسه ما انتشرش بالنسبه لدول العالم. بس احنا لازم نلاحظ حاجه ان يعني الصين السبب ان هي تبقى مشكله بالنسبه لدول العالم اللي بتربي الدواجن لان عندها المواد الاوليه والمواد اللي بتخش في اعلاف الدواجن بنسبه كبيره جدا. فدي اللي بتشكل الخطوره على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر. طيب يعني بالنسبه للحلول بقى نتكلم بالنسبه للحلول، وحضرتك ليك يعني زي ما بنقول الكثير من الابتكارات. ابتكرت بطاريه من جريد النخل لمعامله الرطوبه والفطريات لتربيه الدواجن. مجموعه من المستحضرات في طبعا المستخلصه من الاعشاب لرفع المناعه وعلاج امراض الدواجن. قول لي حضرتك برضو مزيد منها يعني الشرح لهذه الابتكارات. لا احنا يعني معلش هنقول يعني اخر حاجه اللي هي يمكن ما وصلتش لحضرتك ان احنا لما حصل الموضوع بتاع انفلونزا الطيور للاسف الشديد طبعا كانت المعالجه في مصر سيئه لابعد الحدود. واتقال ان المفروض ان الستات ما يربوش الدجاج فين في البيوت. تربيه الدجاج في البيوت دي شيء مرتبط بالسمات الشخصيه الست اللي في المنازل. دي مرتبطه حتى في الوجدان يعني بيعتبروها ديت يعني عارفه زي حضرتك شيء بيتوارثه الاجيال. الست ديت قدمت خدمه لمصر من عهد الفراعنه الى يومنا هذا انها حافظت على السلالات المحليه. للاسف الشديد كل مراكز الابحاث في مصر ما فيهاش مزرعه وز متخصص ولا مزرعه حمام. الست دي قدرت تحافظ على السلالات المحليه بالنسبه للحمام والوز والبط. فلازم كنا نقدم لها شيء. فانا عملت لها عشه، العشه بتتقفل بتتفتح زي الشنطه. والست لو هي واقفه ممكن يعني لو انا بالبدله بتاعتي دي انا ممكن احط اكل وميه للدواجن من غير ما رجليا تتلوث ولا ايديا تتلوث ولا اي حاجه. على اساس تبقى عدم ملامسه الدجاج. المفروض ان انا لما اجي بعالج المشكله ما ينفعش ان انا يعني شيء موجود اساسا ومتوارثين وعبر عقود كبيره جدا اجي اقول لها لا خلاص ما تربيش. لا اقدم لها الحل. الحل ايه؟ ثانيا تربيه الدجاجات في الريف بتمثل 70% من دخل الاسره. الست ربت ولادها وعلمت ولادها وجوزت ولادها من تربيه الدواجن. ده اللي بنقوله ان انا بقول لحضرتك انا اجيب لها جدا انا بقول لحضرتك لازم بيقوم عليها اقتصادهم. انا لازم اقدم لها الحل. الحل في الصوره ديت، لكن انا ما اقولهاش الحل ما تربيش ما ينفعش. يعني ده هينعكس على حاجات كتير جدا. برضه حاجه ثانيه من ضمن الحاجات اللي احنا كنا عملناها وده كان مده كبيره ان شركه قهوه كان في واحد بيجيب نوى البلح كان بياخده بيحرقه بدل الفحم. فانا قلت له لا انا عايزه هجربه على العلف بتاع الدجاج. الطن كان ساعتها بيتباع ب 8 جنيه. فبعد ما عملت التجربه الطن وصل 800 جنيه. وحاليا نوى البلح بقى ماده اساسيه من ضمن مواد العلف المسجله في الوزاره. طيب هناك الفكره حضرتك ان احنا يعني الصوره احنا شغالين في التطوير وشغالين في حدود الامكانيات بتاعتنا. طب دكتور احمد يعني برضو احنا يعني قبل 2006 كان وضعنا عالميا بالنسبه طبعا كنا بنصدر فعلا بنصدر وكنا ابتدينا ان احنا يبقى لنا مكانه عالميه في الدواجن بالفعل. طيب هذه المكانه اشرحها لي بالظبط. احنا كان ترتيبنا يعني كام؟ لان هولندا كانت بتتصدر التصدير. لا هي مش حضرتك مش يعني هي مش مكان عالميه بالدرجه اللي حضرتك متخيلاها. لسبب لان احنا كنا وصلنا حاجه اسمها الاكتفاء الذاتي. بيض ولحم دجاج
خلاص. وده كان منعكس على اسعار اللحوم واسعار باقي طبعا المواد الغذائيه بشكل كبير. وبعدين ابتدينا بعد كده نخش في مرحله ان انا بصدر، ما كنتش بصدر بالكميات الضخمه جدا، يعني عارفه زي حضرتك، مش بالكميات اللي هي كان ممكن تعمل لي وضع عالمي تنافسي، ولكن لان انا كنت لسه طالع من مرحله الاكتفاء الذاتي. طب انا عندي هنا معلومه بتقول ان مصر حلت محل هولندا في توريد الكتاكيت لدول غرب افريقيا والدول العربيه. جزئيا بس مش 100%، جزئيا مش 100%. هل ده كان يعني بيحسب في الدخل القومي ولا ما كانش يعني مؤشر عالي لدرجه لا طبعا يؤخذ في مؤشرات الدخل القومي؟ كان جزئيا طبعا اكيد، يعني كان بيساهم طبعا في الدخل القومي. وبعدين في حاجه كمان، يعني الدجاج المحلي بتاعنا عليه اقبال جدا. السلاله اللي حضرتك قلت عليها ان المراه المصريه حافظت عليها بالظبط بالتربيه التقليديه. ايه اللي يميزها؟ لسبب لان دول بتقاوم الامراض وبتستحمل ارتفاع درجات الحراره. فلدرجه ان في بعض الدول الاوروبيه خدوها وللاسف الشديد يعني طوروها، بقت سلاله من السلالات التجاريه بتاعتهم ونسبوا السلاله دي ليهم. ده لعدم تسجيلنا؟ لا، ان احنا المفروض كنا بدينا وسجلنا كل السلالات دي. كام سلاله؟ يعني كام سلاله تقريبا؟ سلاله واحده مش اكتر. لان معروفه يعني حضرتك على فكره مصر تاريخها في الدواجن عريض جدا. يعني التفريخ اساسا في العالم كله كان ابتدى في مصر من ايام الفراعنه. الفواجرا اللي هو الكبد اساسا دي صناعه فرعونيه بحته ابتدت من مصر. فالموضوع بتاع التفريخ ده قصه كبيره جدا، نقلوا كل الشكل اللي بيحصل في مصر بالنسبه للتفريخ ونقلوا بره. فاحنا لينا تاريخ عريق بالنسبه للدواجن. طيب يعني في سطور قليله كده حضرتك ذكرت طبعا ان الصناعه دي صناعه تاريخيه بتمتد للفراعنه. امتى كانت هذه الصناعه مزدهره تماما في مصر تحديدا؟ لا، احنا لما نيجي نقول امتى مزدهره كان طبعا المفروض قبل موضوع بتاع انفلونزا الطيور. يعني ده كان اعلى يعني معدل وصل فيه. لكن الشيء الغريب بقى في الموضوع ان قبل 1960 مصر كانت بتصدر بيض ودجاج لانجلترا. يعني من الريف 1960 وده موجود في سجلات وزاره الزراعه. في 1960 طلعت حاجه اسمها الشركه العامه للدواجن، اللي هي ابتدت تعمل الدجاج اللي ابتدى كان يظهر في المجمعات الاستهلاكيه وبتاع حاجه زي كده. الشركه العامه للدواجن اسست كل رواد الدواجن في الوطن العربي كله كخبرات، وابتدت القصه تمشي لحد بدايه الثمانينات لما ابتدى بقى الموضوع بتاع الانفتاح والموضوع بتاع القطاع العام والبيع وحاجه زي كده. ولكن طبعا كانت هي الحائط الصد بالنسبه للدواجن والبيض وتوفيره لكل بيت مصري. طيب دلوقتي من وجهة نظر حضرتك، واحنا شايفين طبعا ان كمان الجهات البيطرية بترفع حالة الترقب القصوى لعدم اصابة اي طبعا من المزارع بانفلونزا الطيور مرة اخرى. ايه اللي المفروض يتعمل عشان نرجع لهذا المعدل؟ بص حضرتك، هو طبعا الوزارة حاليا في اتجاه ان هي عايزة تنقل المزارع للظهير الصحراوي. واعاده المفروض نعمل حاجه اسمها اعاده تاهيل مزارع الدواجن. معنى ان انا لازم المزارع يبقى بعمل حاجه اسمها الامان الحيوي، براعي فيه خطوات معينه بحيث ان المزرعه تبعد عن المزرعه مسافه كافيه بحيث ما ينتقلش المرض بالطريقه السريعه اللي كانت بتنتشر بيها. لازم اعمل مدافن صحيه في حاله النفوق. القصه بتاعت ان الدجاج يتباع حي، انا كنت عامل تصور ان المفروض نعمل حاجه اسمها المجازر السريعه. بمعنى ايه؟ انا عايز دلوقتي اصحاب المحلات دول فاتحين بيوت وبيشغلوا كام صنايعي معاهم، فاحنا بنعمل حاجه نقطه في كل قريه اسمها المجزر السريع. ده بيكون تحت اشراف بيطري. المحل بيودي المعدات بتاعته في نفس النقطه بتاعت الذبح دي، وبيكون النقطه دي عليها الاشراف البيطري الكامل. الدجاج بيتباع مبرد، يبقى الفراخ بدل ما تروح المحل حيه هتروح فين؟ في النقط بتاعت المجازر وترجع مبرده تتباع في نفس المحل. يبقى انا ما قفلتش المحل وفي نفس الوقت منعت تداول الدواجن حيه
اللي هي اساسا ممكن تنقل لي الامراض. هي بتبقى منظومه. ماذا عن التطعيم بقى؟ نعم، التطعيم الواجب. التطعيم طبعا ده دور هيئه الخدمات البيطريه والوحدات البيطريه بالنسبه للمحافظات كلها واي دفعات بتيجي. يعني في عند وزاره الزراعه بتقول الميزانيه تكفي فقط لشراء 4 جرعات لازمه لهذه الازمه. فاحنا عندنا ازمه كمان في الموازنه. حضرتك هو وقت ما بتحصل ما احنا مش عاوزينها تحصل، يعني احنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان نتفادى ان احنا دلوقتي ابتدينا نتعافى، ما يحصل لناش نفس ثانيه ما هو دلوقتي حضرتك احنا دايما هيئه الخدمات البيطريه ووزاره الزراعه لما بتحصل اي مشكله دلوقتي في اي دوله من العالم بيبتدي بيحصل حاجه اسمها الترقب، عارفه ازاي حضرتك؟ فيبتدي الوضع ياخد وضع زي ما تقول وضع طوارئ غير الوضع العادي. ده احسن، ما انا بقول لحضرتك الحذر احسن من ان انا استنى لما يجي لي. ده مش لحد ما تيجي المشكله طبعا. ده مش قبل ما تيجي المشكله طبعا اكيد. طيب في ظل بقى عدم وجود ميزانيه كافيه للجرعات التطعيميه، انتوا كابحاث هل قدمتوا بديل؟ ده يسال عنها الجماعه بتوع البيطري، انا زراعه اساسا. عارفه ازاي حضرتك؟ احنا بالنسبه لنا في حاجه اسمها اللي هو الامان الحيوي. الامان الحيوي، الامان الحيوي ان انا بمنع دخول الزوار، في نظام معين بيبقى حوالين المزرعه، لازم باستمرار في برنامج تطهير بين المزارع وبعضها، بيبقى في تطهير، التخلص الامن من النافق، اجراءات معينه بتتم داخل كل مزرعه بحيث ان احنا نقدر نتحكم في عمليه الانتقال السريع للمرض، على اساس ان احنا نتعلم من التجربه اللي حصلت قبل كده. من ضمن كمان الاشياء الهامه جدا ان حضرتك ذكرت طبعا المذابح الآلية. وذكرت ان المفروض ان هي يكون تحت اشراف اطباء بيطريين وتحت اشراف رقابه صارمه. واحنا عندنا نقص في هذا الشق الخاص بطبعا الرقابه والاطباء المشرفين على المذابح. يبقى الحل ايه؟ الحل اقول لحضرتك هو للاسف وفي طبعا احنا هنا داخلين ما بين التموين والزراعه. لا مش التموين والزراعه. هو في البدايه لما اتعملت مجازر آلية ما توزعتش بشكل متوازن على المحافظات كلها. فاصبح عندي في بعض المحافظات ما فيهاش مجازر. حضرتك لما تشوفي المجزر بيكلف قد ايه؟ المجزر بيكلف ملايين وبيقعد فتره كبيره على بال ما يتبني. يبقى اذا المجزر ده استثمار، عشان نخش فيه استثمار كامل لازم المجزر يشتغل بكامل طاقته. فما ينفعش قوي تاني يوم الصبح اقول ايه انا هعمل مثلا 10 مجازر 20 مجزر، لا لازم افكر الاول ازاي المجزر ده يشتغل بكامل طاقته. فعشان يشتغل بكامل طاقته لازم كمان افكر في المكان اللي هيبقى موجود فيه، يعني المكان اللي موجود فيه هيخدم كام محافظه او هيخدم محافظه واحده، قرب او بعد من منطقه المزارع. كل هذه الاعتبارات بتبقى داخله في القصه بتاعه انشاء المجازر. طيب احنا ما اتكلمناش عن البطاريه الخاصه بجريد النخل. دي بقى حضرتك انا كنت دي انا مسجله باسمي بطاريه من الجريد. بتبقى دي اوفر بكتير جدا من بطاريه السلك. بتحط الدواجن بيبقى قدامها الميه والعلف وبتنزل البيض في درج مخصوص قدامها. فدي كمان صالحه بيئيا كمان. صالحه بيئيا جدا جدا طبعا. طب هل هي ابتدت يعني تتوزع على الاسر القائمه بتربيه الدواجن ولا على المزارع؟ هو حضرتك ديت كنا طبعا دي عاملينها سواء للمستثمر الصغير او الاسر الصغيره او المشاريع المتوسطه. في بعض الاسر خدتها وفي بعض المشاريع الصغيره خدتها في القليوبيه. هل دي مختلفه عن زراعه الصوب الخاصه بالدواجن؟ ايه زراعه الصوب الخاصه بالدواجن؟ في حاجه ايوه حضرتك قال كل حاجه عني يعني. لا يعني ده حضرتك كتبت فيه فيعني انا كنت انا عامل فكره حضرتك ان الصوبه اللي بيتزرع تحتها في بعض الاوقات من السنه الصوبه دي بتعطل ما بيحصلش زرع تحتها. دي الصوبه العاديه؟ الصوبه العاديه اللي بتزرع تحتها، فانا بحولها لمزرعه دواجن. انا بحولها في بعمل عليها شويه تعديلات بحيث تتحول ان ممكن صاحب الصوبه دي يعمل ايه؟ يعمل دور الدواجن. لان طبعا تكلفه المباني غاليه.
فعامل شويه تعديلات فيها بحيث انها ممكن تبقى عنبر دواجن. وبعد كده يرجع تاني يسود عليه. طبعا بعدين يسود عليه وياخد نفس المخلفات بيروح حارتها في نفس الارض. ما ده بالفعل دي مطبقه حاليا في جنوب سيناء وشمال سيناء بالفعل. طب كويس انت قلت سيناء ومناطق اللي احنا مهتمين بيها ان احنا ننمي فيها هذه الصناعه. طبعا حضرتك ده مهم جدا ان احنا نطبق، بس هو طبعا يعني اعتقد ان تربيه الدواجن موجوده في كل الريف المصري، موجوده في كل الريف وفي كل بيوت القرى المصريه، لكن في اكيد مناطق جديده ابتدى يبقى فيها مزارع كبيره باعداد كبيره بقى بشركات كمان. بشركات كبيره طبعا. وهو دلوقتي على فكره بعض يعني في بعض شركات القطاع الخاص ابتدت تتنبه لهذه القصه وابتدوا يعملوا فعلا شركات كبيره في الطريق الزراعي، الطريق الصحراوي مصر اسكندريه الصحراوي. شركات ضخمه جدا يعني ابتدت تطلع. تقريبا حجم استثماراتهم قد ايه يا دكتور، عندك فكره؟ هو تقريبا ممكن يوصل لاجمالي المستثمرات كلها في قطاع الدواجن 3 مليار جنيه. طيب بجانب بقى حضرتك قلت زراعه الصوب دي منتشره في سيناء. لماذا يعني بالتحديد يعني سيناء؟ هل في زراعه صوب كتيره؟ لا هناك في حجم صوب كبير. فهم طبعا كانوا في يعني خدوا زراعه فيها موسميه. بالظبط. خدوا الفكره على طول وطبقوها. ولكن انا جالي ناس في الجيزه هنا وفي البدرشين وابتدوا يعني يطبقوا نفس القصه برضه. ايه اكتر الحاجات دلوقتي اللي انتوا بتشتغلوا عليها طبعا يعني من ابحاث خاصه بصناعه الدواجن في مركز البحوث الزراعيه؟ هو دلوقتي احنا اللاين بتاع الطاقه ان احنا عايزين نوفر طاقه للمزارع. ده شيء مهم جدا. في خط احنا مهتمين جدا بيه ان الموضوع الميه، عارف زي حضرتك موضوع الميه ده مهم جدا. ان في الميه بتبقى في بعض المناطق بيبقى فيها نسبه ملوحه. انا حاليا عامل كتاب عن الميه والمقننات المائيه وحاطط بعض الاضافات اللي ممكن تتحط للميه المالحه بحيث تصلح للدواجن. الاهتمام بالنباتات اللي هي بتحتاج كميه قليله من الميه وتصلح في المناطق الصحراويه. وعايز اقول لحضرتك ان كان في دراسه على نبات اسمه الساليكورنيا. ده ممكن لو اتزرع بيه سواحل مصر، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، مصر تستغنى تماما عن الاعلاف وعن زيت الطعام. بس طبعا كل الحاجات دي بتبقى عايزه اراده سياسيه ان هذا الموضوع يتنفذ. نبات اسمه الساليكورنيا. هو زيت الطعام احنا طبعا بنستورد 90%. احنا سمعنا عن يعني مبادرات لزراعته في سيناء، لكن هل يعني هو صالح ان احنا نزرعه؟ لا هو بيترمي 100% ميه بحر. 100% ميه بحر. فعشان كده انا بتكلم عشان كده انا بتكلم في الاراضي المتاخمه للبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. حضرتك كان في عندك يعني كتاب خاص بعنوان اعاده تاهيل مزارع الدواجن. وحضرتك وجدت بعض الحلول الابتكاريه لمشكلات انفلونزا الطيور في هذا الكتاب. ممكن حضرتك تدينا فكره عنها؟ يعني يمكن انا قلت لحضرتك ان احنا المفروض بالنسبه للكوره نعمل حاجه اسمها القريه الداجنه. القريه الداجنه اللي بيعمل امراض واللي بيسبب مشاكل كتير في انه بيكون في القريه اكتر من عمر. فلما يبقى عندي الفراخ عمرها اكبر دي ممكن تستحمل المرض عن الكتاكيت. فانا على قريه الكتاكيت بتخش في وقت معين وبعمل لها اشراف بيطري واشراف غذائي وابتدي اتابعهم لحد ما الدوره بتطلع، وبعد كده باخدهم على الموضوع بتاع المجازر السريعه وبعد كده بيتباعوا فين؟ في المحل. الدوره دي كلها هي المنظومه دي انا حاططها في الكتاب اللي هي اعاده تاهيل مزارع الدواجن على اساس ان احنا نطور القريه بالنسبه لموضوع تربيه الدواجن. ده بالاضافه لحضرتك للموضوع العشش اللي احنا بنسميه على فكره الحظائر الامنه لتربيه الدواجن. ده غير المفروض اللي هي مزارع النموذجيه لتربيه الدواجن. دي حاجه مختلفه. لا دي الحظائر دي اللي الست اللي بتربي على النص بتربي على كده. يعني دي للاستخدام الفردي. الاستخدام الفردي. طيب عاوز اعرف هل احنا عندنا يعني علماء وباحثين بوفره في هذا المجال ولا في برضه ندره زي الاطباء البيطريين؟ لا طبعا، لا في علماء افاضل كتير.
في اساتذتي واساتذه اساتذتي كمان يعني في ابحاث على هذا الشق من تربيه الدواجن. لا طبعا بدري وحضرتك يعني انا برضه اقول لحضرتك معلومه ان احنا عندنا يعني في دجاج اسمه دجاج محلي، وفي حاجه اسمه دجاج مستنبط، وفي الانواع التجاريه. هذا الدجاج المستنبط هو جهد معهد بحوث الانتاج الحيواني التابع لوزاره الزراعه، اللي هم قدروا انه ياخدوا السلالات المحليه ويهجنوها مع السلالات الاجنبيه ويطلعوا بيها سلالات مستنبطه. السلالات المستنبطه ديت بتجيب عدد من البيض اكتر، وفي نفس الوقت بتديني كيلو في مدى 3 شهور. عارفه ازاي حضرتك؟ الفراخ اللي بتيجي من بره بتديني كيلو على النهارده على مثلا 35 يوم 40 يوم. احنا الفراخ بتاعتنا اللي هي المحليه دي على بال ما تديني كيلو يعني عايزه لها حاجه بتاع 4 شهور. فاحنا قدرنا ده هيفكرني بكلام احنا كنا بنسمعه زمان، يعني ان احنا ما نلجاش للفراخ البيضاء عشان بتاخد نوع من الهرمونات بتسرع نموها. لا بص معلش، قصه الهرمونات دي قصه وهم. دي وهم معلش، يعني هي قصه بصراحه. الموضوع عباره عن ايه؟ انتخاب وراثي زائد تغذيه. انا لو جبت الفراخ بتاعتنا البلدي واكلتها العلف اللي هي بتاكله الفراخ اللي في المزارع عمرها ما هتكبر، لان في حاجه ساقطه في السكه اللي هو التركيب الوراثي. فهي الموضوع ما فيهوش القصه بتاعت الهرمونات دي قصه وهم نهائي. دي كانت يمكن مخترعه من قبل بقى مستوردين الفراخ بالظبط كده المستورده. دلوقتي عندنا ارتفاع في الدولار، وعندنا مزيد من الاجراءات القادمه مع صندوق النقد الدولي. فهذا يعني ان احنا لازم نشتغل كويس قوي على الاكتفاء الذاتي بالنسبه للامن الغذائي ككل، مش بس الدواجن. لكن احب اعرف من حضرتك الدواجن، وبما ان حضرتك قلت ان هي الارخص الان، فالى وقتنا هذا يا رب تفضل الارخص، لو انها ارتفعت شويه بس يا رب تفضل الارخص على طول. ايه بقى المعوقات اللي بتمنعنا ان احنا نكتفي ذاتيا حاليا؟ المعوقات اللي بتمنعني حاليا من موضوع الدواجن ان موضوع ان انا بستورد الحبوب. اللعبه في الدواجن لعبه تغذيه. 70% من تكلفه الفرخه اكل تغذيه. ال 70% دي بجيبها من بره، فالسوق العالمي هو اللي يتحكم فيه. وسعر الدولار كمان بيتحكم فيه، وسعر المنتج. هي دي القصه. ورغم هذا ان احنا برضه سعر الدجاج عندنا لسه اقل. عارف ازاي حضرتك؟ ما انت ما تقوليش كده، ما هو هيرتفع. ما احنا دلوقتي لو فضلنا نقول ان السعر دلوقتي اقل، ما احنا بكره وبعد هنلاقي السعر هيبقى يعني ان شاء الله اكثر بكثير، خاصه ان دلوقتي احنا المفروض ان احنا الحكومه بتتجه لتقليل استيراد يعني المنتجات اللي ليها بدائل هنا في مصر. فاحنا كمان مش عاوزين فراخ مستورده، عاوزين نرجع تاني يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. فحضرتك بتقول اهم حاجه التغذيه، يبقى اهم حاجه ما هو من ضمن الذره والاعلاف المشبعه. بالظبط. ده ممكن نتغلب عليه ازاي؟ من الحاجات حضرتك ان احنا يعني الكلام ده كان من 3 سنين فاتوا. انا كنت عضو احدى اللجان وفوجئت ان في فراخ لازم تخش. عارفه ازاي كده؟ حاجه من فوق لازم الدجاج ده يخش وغير مطابق. بعد الثوره؟ بالظبط. وغير مطابق للمواصفات المصريه. فاحنا عارفه ازاي حضرتك؟ وطبعا كل ان الفراخ المجمده تيجي تخش ده الشحنه دي كانت مجمده وكان لازم تخش. ولازم تخش وغير مطابقه. وغير مطابقه للمواصفات، ولكن ليها مواصفات تانية. بس اللي انا عايز اقول حاجه ان الدجاج اللي عندنا احنا لازم نهتم بالقطاع الريفي زي ما نهتم بالقطاع التجاري. عارفه ازاي حضرتك؟ الست لما بتربي عندها في القرى والارياف ممكن بتبقى يعني بتسد رافد هام جدا من الاحتياج للدواجن الموجوده في حضرتك اكيد معايا ان انت بتسمع كتير قوي الحكومات المتتاليه او حتى الرؤساء ان دايما يقول لك الاهتمام بالقريه المصريه، الاهتمام بالقريه المصريه. اعتقد ان الاهتمام بالقريه المصريه ان احنا نهتم بمقومات القريه نفسها اللي هم اتعودوا عليها، نبتدي ان احنا ننميها. وزي ما حضرتك اشرت ان يعني الدواجن يعني صناعه يعني متواجده
هي من طبيعه يعني الفلاح المصري، وايضا الست المصريه المتواجده البسيطه الفلاحه الموجوده في بيتها. فده اعتقد دور بقى هام جدا. حضرتك تقولي اللي بيتم دلوقتي حاليا، المخطط الاستراتيجي اللي بيتم حاليا لرفع كفاءة صناعة الدواجن بالنسبة للأسرة المصرية في القرية المصرية. هو دلوقتي حضرتك من خلال الوزارة بيتم باستمرار حملات توعية، يعني ازاي تربي صح، ازاي تغذي صح. كل هذه المعلومات الإرشادية لما بتوصل للأسر المفهوم اختلف تماما. يعني المفهوم ابتدى عند الست اللي بتربي اختلف كتير جدا. انا عارفه كمان ان في نوع من القروض الميسره الصغيره طبعا، وفي قروض ميسره صغيره جدا بتوصل لهم برضه. الست عندها استجابه عاليه جدا. يعني لما كنا بننزل ندي محاضرات حاجه زي كده، انا بفضل ان كنت بطلع في القشش وبقعد معاهم ونشوف الوضع عامل ايه معاهم. كام محافظه يا دكتور؟ يعني تقريبا احنا زرنا محافظات كتير جدا. الرزاق حضرتك بنقعد معاهم، في منهم بيتقبل الجديد، في منهم يعني ماشي بره بنفس الطريقه التقليديه. عارفه ازاي يعني عندنا مشكله ده شأن كل العالم. ما يعني عندنا برضه مشكله كل يتقبل الجديد بيحتاج فتره. اخر يعني سؤال، وعايزه حضرتك تقول لي بكل صراحه برضه ما تبذله الحكومه المصريه من اجل المستثمرين بقى في هذا القطاع. الحكومه المصريه بصراحه يعني بتيسر وبتديها تيسيرات جامده جدا. ايه هي التيسيرات؟ التيسيرات هقول لحضرتك على حاجه، يعني من خلال الموضوع ان تيجي مثلا شحنات الذره او شحنات الصويا اللي بتيجي. هيقللوا اهي الشحنات. نعم؟ هيقللوا الشحنات. معتمدين على الابحاث ان انتوا توجدوا لهم بدائل. لا 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 طبعا. اصل يعني هقول لحضرتك على حاجه، اصل سواء المستثمرين او الحكومه في الاخر احنا كلنا في مركب واحد. هل تعتقد يا حضرتك ان المستثمر ده مش مرتبط باصغر مزرعه في مصر؟ ان هو مصلحته ان لما يجيب الحاجه بتاعته تشتغل تمشي ما تقعدش. فهي قصه حلقات. يعني احنا يعني صناعه الدواجن عندنا غير اي صناعه ثانيه، مفيش حلقه وتقف. يعني كل حلقه مرتبطه بالثانيه. عارفه ازاي حضرتك؟ فكل طب يعني هل المستثمرين دول، ما هو انا هستفيد لما تبقى هذه الصناعه مصريه 100%، واحنا قلنا ان اهم حاجه ان احنا بنستورد طبعا الغذاء. احنا دوله. هل المستثمرين دول ما بيحاولوش بالتعاون مع الحكومه ان هم يوجدوا بدائل او يتم حتى الاستعانه بالاراضي الموجوده لزراعتها؟ زراعة مشكلتنا في مصر حاجتين. يعني انا السؤال ده بتسأله كتير. يعني هو دلوقتي انا عشان ازرع وابقى اكون دوله منتجه للحبوب انا محتاج ميه وارض خصبه. اجيب منين ارض خصبه واجيب منين ميه؟ يعني شيء مش يعني عارف ازاي حضرتك؟ ده محتاج تكامل بالنسبه طبعا علماء منظور عربي بقى. لا وعلماء البحث. يعني احنا بنسمع في حلقات يمكن سابقه كان في اراضي زي الصحراء الغربيه فيها اجزاء ممكن تكون صالحه، سمعنا عن منخفض القطاره، في بعض الاراضي الخاصه طبعا يعني بالواحات، يعني في اراضي في الوادي الجديد. يعني الموضوع ممكن. هو حضرتك وفي ميه عندنا. يعني معلش احنا عندنا نهر النيل يا دكتور. لا النهر النيل مش مكفي. مين قال الكلام ده؟ مين قال مكفي حضرتك؟ ولا انا كنت زيتي خلاص احنا حلينا مشكله الحب. طيب كلمه نهائيه حضرتك تقولها بقى لهذه الصناعه بالنسبه لكل طبعا اللي بيسمعونا النهارده وينتبهوا لايه؟ لا انا بقول يعني الصناعه واعده وان شاء الله هتتعافى وهترجع قبل ازمه انفلونزا الطيور واكتر، وهترجع مصر رائده في هذه الصناعه ثاني زي ما هي كانت رائده قبل كده. وكل تقريبا مشاريع الدواجن في كل الدول العربيه رواد اساسا كانوا في مصر هنا. استاذ الدكتور احمد حسين رئيس قسم تغذيه الدواجن بمعهد بحوث الانتاج الحيواني بوزاره الزراعه، بشكر حضرتك جدا وبتمنى ان شاء الله المره الجايه نبقى وصلنا للاكتفاء الذاتي. ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا نراكم ان شاء الله على خير ومصر بتتغير. شكرا.